دكتور ماريا مونتسوري. ماريا مونتسوري اتولدت في إيطاليا، عاشت في إيطاليا وكانت بتحب التعليم، رغم إنه في هذاك الوقت كان التعليم للبنات شيء جدا صعب، إلا إنه هي لقت تشجيع وتعلمت ووصلت لكلية الهندسة. ولما تخرجت من كلية الهندسة كانت حاسة إنه في علوم كمان لسه هي محتاجة تعرفها وتتعلمها، فعندها دخلت كلية الطب. ممكن يعني حسب القراءات كانت البنت الوحيدة في هذاك الوقت. وبعد ما تخرجت دكتور ماريا مونتسوري من كلية الطب جاها تعيين في مستشفى، بس هي المستشفى القسم اللي هم طلبوا منها انه هي تعالجه كانوا ذوي احتياجات خاصة، وكان في منهم قسم للأطفال. لما دخلت لعند هدول الأطفال تشوف انه هي كيف ممكن تتعامل معاهم كانت حاسة بحيرة، انا كيف بدي اتعامل طب بعد كل هي الدراسة اللي انا درستها وهيك. بس بدأت تاخذ اشياء من الاماكن اللي حواليها في المكان، يستخدموا ادوات هم يعملوها، فلقت انه هدول الطلاب بدأوا يعملوا تفاعل معاها وبدأوا انه هم يتأثروا تأثير ايجابي. فهون هي فكرت طب لو نحن استخدمنا هي الاشياء على الناس اللي عندها احتياجات خاصة وجابت نتيجة فعالة، فما بالنا لو نحن استخدمناها يعني مع اطفال طبيعية. ومن هون بدأت فكرة المونتسوري. طب شو يعني مونتسوري؟ المونتسوري هو علم بيتقسم ل5 اجزاء. الجزء الاولاني بيحكي عن البراكتيكال لايف. بهذا الجزء نحن بنعلم الطفل كيف انه هو يتعامل مع الاشياء الحياتية، كيف يقفل الزراير، كيف يسيرف اشياء، كيف يحمل كوبايات، كيف يقدم الاغراض مثلا للضيوف، يعني الاشياء البسيطة اللي نحن بنحاول ندمج فيها الطفل في الحياة اليومية. نوصل للجزء الثاني اللي هو السنسيريال. السنسيريال هذا هون نحن بنعلم الطفل كيف يستخدم حواسه ال5، فهو ممكن نخليه يكون معاه different textures من الساوندز ووتر، نحن ممكن نخليه يشوف اشياء مختلفه وهكذا في الجزء الثاني. اما بالنسبه للجزء الثالث فهو الكالتشر. هون الطفل بيتعلم عن النباتات، عن الحيوانات، عن الكونتيننت. اما بالنسبه للجزء الرابع فهو الجزء اللي فيه الماث. هون نحن اول شيء بنعلم الاطفال كيف يعدوا، بعدين بنبلش نخليهم يشوفوا الارقام وبنعلمهم بيبدا من الطرح والاديشن الجمع، وبنوصل للقسمه والضرب، بيوصلوا ستيب باي ستيب ان هم يكونوا more advanced. اما بالنسبه للبارت الخامس فهو بارت اللانجوج. هون نحن بنعلم الاطفال الاحرف ونخليهم يستخدموا LMA بوكس لانه هم يعملوا ماتشنج لللترز ويتعلموا القراءه والكتابه. في نقطه مهمه جدا في منهج دكتور ماريا مونتسوري انه هو بيركز على الفروقات الفرديه، وانه هون بيخلي الطفل يعمل كرياتيفيتي بالنسبه للمناهج الثانيه. يعني بالمناهج التراديشنال التيتشر هي اللي بتعطي المعلومه لكل الاطفال، اما بالنسبه للمونتسوري فبالمونتسوري نحن بنركز على الطفل طفل وعلى الفروقات الفرديه اللي موجوده ما بين طفل واخ. وبالنهايه بحب دائما اقول انه منهج المونتسوري هو منهج من ضمن كثير مناهج، وبعد هيك نحن معك دائما خطوه بخطوه لنحن نوصلك دائما لانك انت تعرفي تختاري اللي انت حاببتيه واللي بيناسب ظروفك وظروف حياتك وظروف طفلك. شكرا.